مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت النشادر بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة بالمرة. أول حاجة جبت كيلو من 2 كيلو من السمنة. ادي كيلو، الصفيحة دي فيها كيلو وكيلو تاني. هفضي السمنة زي ما حضراتكم شايفين كده، وضربتها بالمضرب لل2 كيلو. ضفت عليهم السكر ده 2 كيلو سكر بودرة يا جماعة. أنا كان عندي سكر ناعم ضفته وضربته كويس بالمضرب. أخد معايا وقت إنما اتضرب كويس. يفضل سكر بودرة، بس السكر اللي عندي كان ناعم. يبقى حطيت 2 كيلو من السمنة عليهم 2 كيلو من السكر، وضربتهم زي ما حضراتكم شايفين لحد ما يصبح القوام معايا كريمي. شايفين؟ هنزل اللي على الجناب بحيث ان اضرب تاني كويس. بدأ ينعم معايا كويس. شايفين؟ يفضل تضربي في حاجة بلاستيك، بس انا هعجن كمية فالبلاستيك مش هيشيل، فضربتهم في حاجة ألمونيا كبيرة. تمام كده. هجيب 3 بيضات هحطهم على الخليط بعد ما ضربته. تقدري تحطي كمية البيض اللي انت عايزاها. انا ما بحبش اكتر البيض، او بفضل اني اعمله البسكوت من غير بيض، بس في ناس بتحب تحط البيض وبتحط 15 و20 و10. بس بالنسبة لغلاء الاسعار اللي احنا فيه ده، انا ما حطيتش غير 3 بيضات، وتقدري تستغني عنهم لو مش عايزة تحطيهم. وهضرب كويس البيض مع السكر مع اللبن مع السمنة. انا حطيت اللبن بالتدريج، 2 كيلو لبن و2 كيلو سمنة و2 كيلو سكر و3 بيضات، وهحط الفانيليا. اللبن بضيفه بالتدريج يا جماعة. اخد معايا 2 كيلو على حسب الكمية اللي انتي هتعجنيها وعلى حسب الدقيق اللي انتي هتحطيه. تقدري تحطي نص الكمية، بدل 2 كيلو سمنة تحطي كيلو سمنة واحد، كيلو سكر، كيلو لبن. والبيض ده حاجة ترجعلك، وكمية الفانيليا برضو اللي تحطيها دي حاجة برضو ترجعلك. تمام. هضرب كده كويس. هضيف الفانيليا زي ما حضراتكم كده شايفين. ضفت 4 أكياس من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايلة هتديكي برضو نتيجة جميلة جدا. أنا كان عندي فانيليا بودرة. اتضرب كده الخليط كويس مع بعض، السمنة واللبن والسكر والبيض والفانيليا زي ما حضراتكم كده شايفين اهو. ما شاء الله. كده كده خلاص جهز معايا الخليط. هشيل المضرب واوسع لنفسي واجيب الدقيق. شايفين اللي انا بعاير بيها؟ هحط منها 4
كيلات. دي علبة صفيح، علبة سمنة قديمة 2 كيلو، بعاير بيها الدقيق بتاعي. هحط 4 مكيالات منها. تقدري تحطي الكمية اللي انت عايزاها والمقدار اللي انت عايزاه. هحط النشادر بعد كده على كل مكيال من العلبة بتاعتي دي اللي حطيتها، من التناية اللي انا حطيتها بحط معلقة نشادر كده 3، وادي الرابعة. تمام. انا بحط كام؟ بحط على كل كيلة معلقة نشادر، وبحط ظرف واحد بيكنج باودر. في ناس بتحب تحط ظرفين، انا بحط ظرف واحد. تمام يا جماعة. هعجن الخليط كله مع بعضه وهلمه كويس، وهتشوفوا النتيجة معايا. ادي النتيجة ما شاء الله. العجينة جهزت معايا، حاجة اللهم بارك، جميلة جدا. وادي شكله في الفرن. صاجات جديدة دي اللي على اليمين واللي من ورا بخدتها بالبسكوت ما شاء الله. وادي بسكوت المكنة بكل سهولة. ده الموس بتاع النجمة. تمام. تعملي الشكل اللي انت عايزاه. طلعنا على السطوح وعملنا احلى بسكوت وما خدش معانا وقت خالص. والعجينة زي ما حضراتكم كده شايفين، اللي بينزل كل ده اللي على الجناب ده انا بلمه وبرجعه تاني. والصينية اللي من تحت دي نظيفة، فبلم فيها منها العجين واضيفه تاني في المكنة. دي الاشكال اللي انا عملتها. حبيت اوريكم الاشكال اللي انا بحبها واللي بحب اعملها. هحط لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. تقدري تعملي نص الكمية او ربع الكمية اللي انت عايزاه. ادي الموس التاني اللي انا اشتغلت بيه، بس انا بحب اشتغل بالموس اللي على اليمين، هو ده اللي بعمل بيه البسكوت كله. بس انا حبيت اوريكم الاشكال كلها واوريكم شكل العجينة عامل ازاي. ما شاء الله. ادي الموس التاني. ما شاء الله. هو ده الموس اللي انا بشتغل بيه دايما.
لو هتعملي البسكوت ده ما تعمليش الكمية دي كلها، لو هتعملي وحدك. دي النتيجة النهائية، حاجة اللهم بارك. بس أنا الإضاءة عندي حاجة الحمد لله اللهم لك الحمد، إضاءة وحشة جدا عندي، شايفين ما شاء الله. لو أول مرة تخش قناتي ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ما تنسوش الاشتراك في القناة، قناتي وصفة مفلفلة للحلو الحادق. عملنا معاكم أحلى بسكوت وما شاء الله جاب معايا أحلى كمية وأكبر كمية، حاجة كده من الآخر. اللون فاتح بس الإضاءة عندي مش حلوة، شايفين كل اللي انتوا هتشوفوها غامقة دي فاتحة، بس أنا الإضاءة عندي مش كويسة. شايفين البسكوت عامل ازاي مع كوباية شاي بلبن، اللهم لك الحمد، حاجة جميلة جدا. شايفين البسكوت عامل ازاي، بسكوت جميل جدا للفطار، جاب معايا كمية كبيرة. تابعوني على قناتي وصفة مفلفلة للحلو الحادق. مع السلامة.